حصاد الجنوب أهلا بكم. شدد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت في تصريحات اليوم السبت على أهمية توافق كافة الأطراف على قرار تعيين محافظ لحضرموت مستقبلاً. وشدد المحمدي على أن أي تعيين يجب أن يكون متوافقاً عليه ويعبر عن إرادة أبناء حضرموت، وإلا فإن المحافظة ستدخل في نفق مظلم، مؤكداً رفض أي تغييرات لا تسمن ولا تغني من جوع في الوادي. وصلت دفعة جديدة من معدات وألواح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 53 ميجاوات اليوم السبت إلى محافظة شبوة ضمن المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي لتوليد الكهرباء بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد ربه هشل ناصر استلام أكثر من 25 حاوية ضمن الدفعة الأولى من المعدات والألواح الشمسية، حيث ثمن دعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحكومة وشعب الإمارات. شيع أبناء محافظة شبوة اليوم السبت جثمان الفقيد المناضل العميد علي صالح بن مسعد الخليفي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء باعتباره من رواد القوات المسلحة الجنوبية. وأشار المشيعون إلى مناقب الفقيد العميد علي بن مسعد الخليفي ودوره العسكري وكفاءته المهنية العالية ومواقفه الخالدة في تاريخ العمل العسكري بالقوات المسلحة على مختلف المستويات. تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح سليم بن نهيد اليوم السبت سير العمل في الأقسام الإدارية والفنية بمطار سقطرى الدولي، واطمأن خلال جولته التفقدية على أوضاع صالات ومكاتب المطار وإدارة الإطفاء والأرصاد واحتياجاتها، مطلعا من مدير عام مطار سقطرى عبد الله محمد جميع على سير الرحلة الجوية من المطار وسبل تخفيف معاناة المسافرين.